السلام عليكم شباب تالتة ثانوي، عاملين ايه؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وبعد ما الكيمياء دست على وشكم تعالوا مع بعض ان شاء الله نراجع على اهم اجزاء منهج الفيزياء. وباذن الله ربنا يكبر خاطركم وتلاقوا الكلام ده يوم الخميس. هنراجع على حاجات مهمة جدا كافكار وكمسائل ان شاء الله، وباذن الله كلنا نطلع مجبورين الخطر من الامتحان، وربنا يبارك فيكم يا رب. وكل واحد اجتهد ربنا يوفقه ويرزقه، اللهم امين يا رب. حاول ما تضيعش اي لقطه هتتقال او اي فكره هتتقال. احنا طبعا مش هنلحق نجيب المنهج كله، هنقسم شويه هنا وشويه في السنتر، بس ان شاء الله هنا عشان زمايلنا بتوع الاونلاين وبتوع اليوتيوب برضه باذن الله هتلاقي اهم الاجزاء. انا اصلا جاي عشانكم وباذن الله خير. طبعا غير باكج المراجعه ومذكرات المراجعه، طبعا ده 8 ورقات بس دول بتوعي. 8 ورقات دول ان شاء الله باذن الله اغلبهم هكتبهم لك دلوقتي في الفيديو، وباذن واحد احد باذن الله ربنا هيكرمك في الامتحان، وكل حاجه بفضل ربنا، ونامل من الله التوفيق والسداد. نبدا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نبدأ بدعاء المذاكرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا توكلنا عليك وسلمنا أمورنا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اقرأ الفاتحة وسورة ياسين وتعالى يلا شباب. معانا بداية كده مراجعة الفصل الأول. اللغة الكهربية والتيار الكهربي. طب الدرس الأول احنا محتاجين بعض الأفكار المهمة، مش كلها، لأن احنا زي ما اتفقنا مش هنجيب كل حاجة، احنا هنجيب الحاجات المهمة بس اللي بإذن الله يعني فهم الخلاصة. أول حاجة التيار الكهربي هو هتقول له شحنة كهربية تسري خلال الموصل. لو زود كلمة شدة التيار هنزود احنا كمان خلال وحدة ايه؟ وحدة الزمن. طب اتجاه التيار، والله التيار ليه اتجاه واحد بشكلين، لان ناس يقول لك اصل التيار ليه اتجاهين. التيار ليه اتجاهين ازاي؟ يعني انا مثلا اهو هتحرك يمين ويسار في نفس الوقت؟ اكيد لا. بس انت لو جيت تبص على اتجاه الحركة هتلاقي في اتجاه فعلي حقيقي داخل السلك وداخل الدايرة، وانت عندك هنا المجال الكهربي بيولد طاقة كهربية، بيحرر الكترونات فبتتحرك من السالب للموجب خارج البطارية، وداخل البطارية من الموجب لمين؟ للسالب. فالاتجاه الفعلي هو حركة الإلكترونات الحرة. في اتجاه تقليدي، والاتجاه التقليدي هو رد الفعل للاتجاه الحقيقي أو الفعلي، وبنسميه حركة من التيار. وحركة التيار زي ما انت عارف كده دايما عكس حركة الإلكترونات، يبقى يتحرك من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج البطارية، والعكس داخل ايه؟ البطارية. طب هو السؤال ده أو الفكرة هنا بالأهمية؟ بالأهمية، لأن احنا شفنا سؤال بيقول إن اتجاه التيار الكهربي هو أو يحدد ب رقم 1 حركة الإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب داخل البطارية. رقم 2 حركة الإلكترونات من القطب الموجب إلى القطب السالب في الموصل. رقم 3 حركة الشحنة الموجبة من القطب السالب
إلى القطب الموجب داخل البطارية. رقم 4 1 و3 معا. طب صلى بنا على النبي. هو السؤال ده جه وجه في الاسترشادي. بص يا سيدي، التيار الكهربي هي حركة الإلكترونات وده اتجاه فعلي من القطب السالب إلى الموجب داخل البطارية. تعال نشوف حركة الإلكترونات من السالب إلى الموجب، بس الكلام ده خارج البطارية. طب داخل البطارية من لفين؟ من الموجب للسالب. يبقى أنت ألف إجابة خاطئة، يبقى هنستبعد 4. حركة الإلكترون من الموجب إلى السالب في الموصل. في الموصل يعني خارج البطارية. خارج البطارية بيتحرك من السالب لمين؟ للموجب، يبقى ده ما تنفعش. طب هي حركة الشحنة الموجبة من القطب الموجب إلى السالب خارج البطارية وداخل البطارية من السالب ورايح لمين؟ ورايح للموجب. واحنا مذاكرين كويس وعارفين إن اتجاه التيار دائما عكس اتجاه حركة الشحنة السالبة ومع اتجاه الشحنة الموجبة. نروح بعد كده للمقاومة الكهربية. والمقاومة الكهربية بتعتمد على بعض العوامل: طول السلك والعلاقة طردية، مساحة مقطع السلك والعلاقة عكسية، مربع نص قطر السلك وبرضه العلاقة عكسية. تعتمد على نوع المادة اللي هي المقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية، خواص مميزة للمادة، وتعتمد على درجة الحرارة، والعلاقة تناقصية وليست علاقة عكسية زي ما الناس بتقول، مش عكسية تناقصية في قانون بس مش هنكتبه لأن مش عليه فصل. بعد كده عندك المقاومة النوعية وعندك التوصيلية الكهربية، خواص مميزة للمادة. يبقى هما الاتنين بيعتمدوا على نوع المادة ودرجة الحرارة. طب صلي بنا على النبي. أفكار مهمة جدا لازم تكون فاهمهم كويس أوي. كلنا عارفين إن التيار والمقاومة عكس بعض. طب المقاومة والتيار هي هتفرق يا أستاذ؟ أيوة طبعا هتفرق، اللي بيتقال الأول عن اللي بيتقال التاني، سبب ونتيجة. طيب بص كده، رقم 1 خلي بالك، التيار يتناسب عكسيا مع المقاومة عند ثبوت فرق الجهد، واستنتجنا منها قوانين توزيع التيار، برضو احنا هنقولها كمان شوية ان شاء الله. يعني مثلا لما اجي اقول لك اذا وصلت مقاومة مع بطارية فمر تيار 2 أمبير، ثم وصلت مقاومة أخرى مساوية لها على التوالي، فإن التيار يصبح نقط. هتقول لي على التوالي والمقاومتين متساويتان يبقى المقاومة زادت الضعف فالتيار يقل النص. هحلها كده عادي خالص. ممكن أقول له أي 1 على أي 2 يساوي ار 2 على ار 1. أي 1 كان ب2، أي 2 إحنا عاوزينه، ار 2 المقاومة زادت ضعف ما كانت عليه، فخلاص يبقى أي 2 بكام؟ ب1 أمبير. تمام. يبدأ بقى الراجل يلعب عليا ويقول لي إيه؟ طب خلي بالك بقى، موصل مقاومته ار يمر به تيار 2 أمبير، فإذا أصبح التيار المار 4 أمبير فإن قيمة المقاومة
تصبح نقط. تقوم عامل ايه بقى يا معلم؟ تقوم قايل له يا عم اي واحد على اي 2 تساوي ار 2 على ار 1. اي واحد بكام؟ ب 2 على 4. ار 2 عاوزين نحسبها، ار 1 كانت بكام؟ كانت بار، ونعمل طرفين في وسطين، يبقى ار الجديده او ار 2 نص ار 1، وتاخدها من الاختيارات. طبعا حلك كله غلط. ازاي يا استاذ ده انا طبقت القانون؟ لا، انت ما طبقتش القانون، انت مش فاهم، انت مذاكرتش، مع ان ده اساسيات مهمه جدا. احنا اتفقنا ان التيار يتغير بتغير المقاومه، يعني التيار بيعتمد على المقاومه. طيب التيار لما يتغير هل معنى كده ان المقاومه هتتغير؟ لا مش شرط، ممكن اغير فريق الجهد. طيب هل نتيجة تغير التيار لازم تتغير قيمة المقاومة؟ قلنا لا. ليه بقى؟ لأن المقاومة الكهربية لا تعتمد على شدة التيار، بتعتمد على أبعاد السلك ونوع مادته، طوله، مساحته، نوع مادته، ودرجة الحرارة اللي بتأثر على نوع المادة. طيب المفروض الإجابة الصحيحة هنا نقول له إيه؟ نقول له خلي بالك التيار لما يتغير ماله؟ فإنه لا يؤثر على قيمة المقاومة، لأن احنا عندنا أول ملاحظة مهمة جدا، التيار يتناسب عكسيا مع المقاومة، بينما المقاومة لا تعتمد على التيار. والكلام ده كله معاك وخليت عليه كتير جدا. عاوز تقول ايه بقى؟ عاوز تقول ان المقاومة هتفضل مالها؟ ثابتة. يعني انا لما اسالك عن المقاومه وانا بغير في التيار واغير في فرق الجهد، يبقى المقاومه مقدار ايه؟ مقدار ثابت. طب لو انا غيرت المقاومه وسالتك عن التيار فالعلاقه عكسيه، غيرت المقاومه وسالتك عن فرق الجهد عند ثبوت شده التيار فالعلاقه طرديه. طيب نقلب الفكره شويه ونقوم قايلين سلك طوله ال وصله ببطاريه، فمره تيار شدته اي، إذا تم استبدال البطارية بأخرى فمرة تيار شدته 2 اي. وخلي بالك أنا ممكن أصلا ما أذكرش الجزء ده، تمام؟ ممكن ما أذكرش خالص. فإن خلي بالك مقدار التغير في طول السلك هيفضل ال ولا هيبقى نص ال ولا 2 ال ولا صفر؟ هتقول لي يا استاذ ده التيار اتغير يبقى المقاومه ثابته فالطول كمان ثابت، يبقى انا اختار مين؟ اختار الف. برضو غلط، لان هو سالك عن مقدار التغير. طب مقدار التغير بيساوي الحاله الثانيه ناقص الحاله الاولى. كان ال هيبقى ال، يبقى التغير بكام؟ التغير بصفر. تمام؟ الفكره الثانيه من الافكار المهمه اللي يعني الضغط عليها كتير في الاسترشادي، وهي المقارنة بين مقاومة الأسلاك. طيب أنا أقول لك على حاجة، ما تحفظش القانون اللي في الكتاب R1 على R2 ويساوي وما إلى ذلك. بص يا عم صلي بنا على النبي. أنت أول حاجة هتطلع القوانين، هتطلع المعطيات، هتشوف اللي أنت عاوزه وتجيبه في طرف، وبعد كده تعمل معادلة. بمعنى وليكن انا اديتك مثلا سلكين واديت لك المقاومات والاطوال ونص القطر وعاوز المقاومه النوعيه، ما تشتغلش R1 على R2، هتشتغل رو1 على رو2 مباشر. تعال نشوف. لو جه قال سلكين لهما نفس
المقاومة الكهربية. أو تعالى مثلا نعليها شوية ونقول موصلان مقاومة الأول ضعف الثاني، وطول الأول نصف طول الثاني، وقطر الثاني يساوي نص قطر الأول، فإن رو إي واحد على رو إي اتنين. هتقول لي يا عم الحاج ما عادش بيجي الكلام ده. لا، جه في الاسترشادي، بس أنا ممكن أجيبه بشكل تاني. مثلا ده يا عم السلك واحد وده السلك اتنين، وهكتب لك هنا ال، وهكتب لك هنا نص ال. هكتب لك هنا المقاومة مثلا هنا ار، وهنا 2 وهنا 2 ار. قطر الثاني يساوي نص قطر الاول. طب القطر هنا على بعضه هيبقى 2 ار، هنا القطر على بعضه هيبقى 4 ار، صح؟ قطر الثاني النص يا هتجيلك مرسوم يا هتجيلك مكتوب. عاوز المقاومة النوعية. أبدأ أول حاجة أطلع البيانات. موصلان مقاومة الأول R1 ضعف R2، وطول الأول L1 نص L2، وقطر الثاني اللي هو 2 R2 يساوي نص قطر الأول، فإن رو 1 على رو 2. أنا معايا هنا طريقتين للحل. الطريقة الأولى واحد حافظ R1 على R2 يساوي رو إيه في ال على باي ار تربيع، ده للسلك الاول. طيب السلك الثاني نفس المعادله بس من المقام، ومقام المقام بسط، ونبدا نعوض. ار واحد زي ما هي، لا اسف معلش، اشيل ار واحد واكتب قيمتها 2 ار 2، يبقى هنا 2 ار 2 على مين؟ على ار 2 عشان يروحوا سوا. رو اي واحد ورو اي 2 احنا عاوزينها. ال واحد نشيل ال واحد ونكتب قيمته نص، وال تروح مع ال. اشيل ار واحد واكتب قيمته 2 ار تربيع، ما تنسيش التربيع ب4، والار تروح مع مين؟ تروح مع الار. نص على الاربعة، هنا خلاص 2 على 1 رو 1 على رو 2، نص على الاربعة اللي هي 1 على، وبعد كده اعمل طرفين في وسطين، 2 في 8 يبقى 16 رو 2 تساوي رو 1، رو 1 على رو 2 تساوي 16 على 1. دي طريقة. واحد يقول لي يا عم لا طويلة، أنا هعمل زي ما أنت قلت، أجيب المطلوب في طرف. تعال نشوف المطلوب يلا. والله هو عاطيني المقاومة والطول ونص القطر، فالقانون المباشر R تساوي رو اف ال على باي R تربيع. طب أنا عاوز أجيب مين؟ عايز أجيب الرو. يلا، يبقى الرو ايه تساوي R المقاومة في باي نص القطر تربيع على ال، واقسم القانون بدلالة الرو، يبقى رو اي 1 على رو اي 2 تساوي R1 في R1 تربيع على L1. ما الباي ثابت خلاص. هنزل تحت R2 في R2 تربيع على L2 مقام المقام بسط. يلا نعوض. R1 ضعف R2 يبقى 2 على 1. رو 1 أو R1 ب2 تربيع L2 زي ما هي. انزل تحت L1 اشيل واكتب قيمته كام؟ قيمته نص. على آلتك الحاسبة على طول 8 على النص يديك 16 على أسرع. مسائل النسب بإذن الله
بنسبة كبيرة جدا هيجي عليها سؤال في الامتحان. بنسبة كبيرة جدا جاي عليها سؤال فين؟ في الامتحان. طيب بص كده معايا. ده السلك اكس، هنا السلك واي. في الشكل المقابل عايز قيمة ار، علما بأن اكس وواي سلكين من نفس النوع أو من النحاس أيا كان. طيب أنا عندي هنا ار ونص القطر والطول، يبقى القانون المباشر ار تساوي رو ايه في ال على باي ار تربيع. يبقى ار اكس على ار واي تساوي المقاومة النوعية مقدار ثابت مش هنكتبها، ال اكس على ار اكس تربيع ار واي ال واي على ار واي تربيع، ويلا نعوض. ال اكس بكم؟ بال. طيب ال واي ب 2 ال، نص قطر اكس بكم؟ بار. نص قطر واي بكام؟ بار ولا نص ار؟ هنا كان عاطيني المسافة دي كلها اللي هو القطر، يبقى نص القطر بنص ار، ما تنساش التربيع، شيل الثوابت. ار واحد باربعة، نص تربيع ده ربع، هنا 8. تطلع ار واي ب8 في كام؟ 8 في 4، وتطلع الناتج بتاعك. تمام؟ ورقة يا شباب والله، ورقة ما بغشش يعني ولا حاجة. هو بس عشان الأفكار كتير والواحد ما ينساش حاجة فبيجهز الكلام ده في ورق بخط الإيد، والله خط الإيد أهو. عشان بس الفتاين كتير، ربنا يهدي. الفكرة اللي عليها الدور فكرة سحب السلك وإعادة التشكيل. اتكلمنا عنها كتير واحنا بنحل، اتكلمنا عنها كتير طول السنة إن شاء الله. بص يا سيدي، سحب السلك وتم إعادة تشكيله فحجمه ثابت، يبقى العلاقة بين ال والمساحة علاقة عكسية. يبقى لما أجي أقارن المقاومة R1 على R2 هو نفس السلك في المقاومة النوعية ثابتة، يبقى L1 تربيع على L2 تربيع 2 تربيع على A1 تربيع R2 أس 4 على R1 أس إيه؟ أس 4. وبالمرة يلا على طول، وبعد كده ناخد مسألة شاملة عليهم. الفكرة رقم 4، تجزئة السلك وإعادة تشكيله. والفكرة رقم 5، ثاني السلك وإعادة إيه؟ وإعادة تشكيله. طبعا كل ده أفكار مهمة واتحلت كتير جدا بس للتذكرة، وجات في أكتر من موضع في الاسترشادي. صلي بينا على النبي. لما أجي أقول لك موصل طوله ال تم سحبه حتى زاد طوله بمقدار الضعف، فإن المقاومة تصبح نقط. هل مقاومته هتزيد الضعف ولا هتبقى 3 أمثاله ولا هتبقى 9 أمثاله ولا 8 أمثاله؟ صلى بنا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الطول زاد بمقدار الضعف، يعني L2 أصبح 3 من L1.
تم سحبه، إذا التغير في الطول قصاده تغير معاكس في المساحة. تمام كده اهو. فأنا معايا بقى طريقتين للحل. R1 قبل يعني على R2 بعد L1 L1 بواحد، L2 ب3 L، A1 بواحد، A2 بتلت، يديني 1 على 9، يبقى R2 ب9 R1. واحد يقول لي يا عم انا الف اللفه ليه بقى؟ ما في حاله السحب ربع، R1 على R2 L1 تربيع على L2 تربيع، يديني 1 على 3 تربيع بكام؟ ب9، يبقى R2 ب9 R1. طب انا معايا ناس دماغها شغاله تقول له يا استاذ ما انا في حاله السحب هاخد الطول والعلاقه طرديه، الطول زاد 3، فانا هزيد بمربع ال3 يديني كام على طول؟ يديني 9. كده انت دماغك شغاله وما ضيعتش وقت في الامتحان. سؤال كمان، موصل طوله L مقاومته R، أجب عن الآتي. عشان بس يبقى سؤال واحد ما نكتبش أكتر من سؤال لنفس الموضوع يعني. بص يا عم صلى على النبي. إذا سحب وزاد طوله بنسبة 50% من طوله الأصلي، فإن مقدار التغير في المقاومة. ده السؤال الأول. يلا بينا. بيقول لي سحب السلك وطوله زاد 50% من طوله الأصلي، معنى كده إن L2 أصبحت 1.5 من L1. شاطر أنت على طول، يلا أهو. يبقى R2 ب1.5 تربيع، 1.5 تربيع اللي هي 9 على 4 2.25. طيب هي موجودة في الاختيارات، اختياراتك 2.25 و1.25، تختار منه. لو أنا مركز شوية هلاقيه بيقول أنا عاوز مقدار التغير، الحالة التانية ناقص الحالة الأولى، يبقى 2.25 ناقص 1 وخدنا الار عامل مشترك يدينا 1.25. كده احنا خدمنا الفكرة الأولى بتاعت ايه؟ بتاع السحب. طيب صلي بناء على النبي. نفس السؤال بس المطلوب الثاني. يجي يقول لي ايه بقى؟ فإذا تم تجزئة الموصل 3 أو 4 أو 10، يا عم ولا تزعل نفسك، 10 أجزاء متساوية ثم وصلت معا على التوازي، فإن قيمة المقاومة تصبح نار. خلي بالك احنا هنعلب فكرة السؤال دلوقتي وهندخل بطارية ونجيب القدرة الكهربية عشان ما يبقى مرة واحدة، كله مرة واحدة. طبعا أنا معايا ناس شاطرة اهيت، ناس شاطرة جدا أهو، وشاف في الاختيارات R على 10، وشاف 10 R، وشاف 1/100 R، وشاف ماشي 1/10 R. لا مش 1/10 بقى، 1/1000. طبعا الناس السريعة راحت اختارت ألف، ده حلوه في ده. ليه يا عم انت بتشتم ليه دلوقتي؟ انت مش المقاومة بقرب. بقينا 10 أجزاء على التوازي، وفي حالة التوصيل على التوازي تساوي قيمة المقاومة على عددهم. يا عبيط يا عبيط، R بتاع السلك كله. أنا جزأت السلك كام؟
10 أجزاء، يبقى كل جزء مقاومته كام؟ 10. يبقى العشر على 10 يديك واحد عليه على 100. تاني يا أستاذ عشان أنا مش فهمتش ولا كلمة من اللي أنت قلتها. تعالى يا سيدي، ده السلك أهو، طوله كله ال، قسمناه 10 أجزاء متساوية إلى آخره. يعني الجزء ده أهو طوله بقى ال على 10، فالجزء ده اهو مقاومته بقت ار على 10، لان انت لما قصيت المساحه ثابته. طيب هناخد كل جزء لوحده ونوصلهم توازي، وهكذا بقى الى اخره، اللي هم هيبقى عندي كام بقى؟ 10. في الحاله ديت تصبح المقاومه الكليه قيمه المقاومه الواحده على عددهم. طب المقاومة الواحدة بكام يا عم؟ بار على 10 وعددهم 10، يبقى ار على 100 اللي هي واحد ايه؟ واحد من 100. السؤال ده اهو يعني اتمنى ما يجيش في الامتحان. طب ثانية السلك، لا استنى ثانية واحدة. لو احنا موصلين ببطارية واجي اقول لك ثم وصلها بنفس البطارية، مش هطلب منك المقاومة بقى، فإن قيمة القدرة الكهربية هتبقى كام؟ يلا نشوف. باور اي تربيع في ار وفي تربيع على ار. اسهل لك انت هتشتغل بمين؟ بفي تربيع، لان احنا مثبتين البطاريه. هتقول لي يا استاذ طب ما انا هشتغل بالتيار، ما انت التيار في الاول كان باي، في الحاله الثانيه بقى ب 10 اي، فالتيار متغير فانت اشتغل بالثابت. فاحنا نقول له الباور قبل تجزئه السلك كان في تربيع على ار. طب الباور بعد تجزئة السلك بقى في تربيع على ار الجديدة اللي هي كام؟ 1 من 100 ار. فلما اجي اقارنهم بواحد على ب2، في تربيع على ار بواحد، في تربيع على 1 من 100. لا ثانية واحدة، ثانية واحدة. هنا في تربيع على ار، وهنا في تربيع، وهنا 1 من 100 ار. الثوابت تروح، لما اجي اجيب ب2 تساوي ب1 على 1 من 100، يعني بتساوي ايه؟ 100 زادت 100 مرة. تمام؟ تمام. طيب نفس السلك يجي يقول إذا ثني السلك من المنتصف فإن المقاومة تصبح نقط أو مقدار التغير في المقاومة إذا وصلت البطارية بين طرفيه بعد الثانية. الله، هي هتفرق؟ طبعا هتفرق. تعال نشوف كده. معايا طريقتين، طوله كان ال، مقاومته كانت ار، جيت من النص واتنيته، شوف ده كده، وقمت جايبه الجزء التاني ومنزله تحت. فخلي بالك بقى كله كانت مقاومته ار، يبقى الحته ديت خلي بالك انا اتنيته من النص، يبقى انا خدت نص ال، يبقى انا خدت نص ار، وتحت زيها نص ار. توالي ولا توازي؟ مش انت وصلت البطاريه بالطرف الجديد بعد الثانيه؟ الله، يبقى نص ونص توازي. يبقى المقاومه في الحاله الجديده ربع المقاومه قبل التغير. واحد يقول لي طب استنى، طب ما انا ممكن اقول ان الطول قل النص والمساحه زادت الضعف، كان مساحته بقت المساحه كام؟ 2 ايه، وهما قايل له ار1 على ار2 ال1 على اي1 ال2 على
اتنين، ال واحد بواحد، ايه واحد بواحد، ال اتنين بنص، اتنين باتنين، تبقى 4/1. اجيب ار اتنين في طرف يديني برضو ايه ربع. ده اسهل بقى. تمام. تمام. طب لو كان قال ثني السلك من المنتصف فإن المقاومة تصبح إذا وصلت البطارية بين نفس الطرفين. طب ما أنا ما عملتش حاجة. بدل ما كان السلك كله كده أهو هيبقى كده أهو، والبطارية اهي، ما عملناش أي حاجة. هنقول له تظل المقاومة كما هي، هتفضل أمر. طب لو كان قال ثني السلك بس مش من المنتصف بقى، إذا ثني السلك من تلت طوله، تلت طوله. بص يا سيدي ده المقاومة ار، خدت التلت يبقى تلت ار، واتنيته مع زميله. طب ما هو يبقى تلت زيه، خلي بالك اهو. وخدت ده اهو تنيته تحت بقى بالشكل ده. طب ما انت واد شاطر اهو وقلت لي طب ما ده تلت وده تلت متوصلين بنفس البلاوي ونفس النبقى، هما الاتنين توازي، يبقى ده تلت، تلت على الاتنين فواحد على الست، زائد تلت توالي سدس وتلت تقريبا يديلك كام؟ نص. قالتك الحاسبة معاك بقى اشتغل. خلاص؟ طيب كده احنا خدنا الجزء بتاع الثاني والسحب وإعادة ايه؟ وإعادة التشكيل. تمام. العلاقة بين فرق الجهد والمقاومة علاقة طردية، ويتجزأ الجهد بنفس نسب المقاومة في حالة التوصيل على التوالي أو ثبوت شدة التيار. والتيار بيتجزأ على المقاومات بعكس النسب، وفي قوانين كتير جدا لتوزيع التيار عند ثبوت فرق فرق الجهد. مثلا ار و2 ار والبطارية وليكن ب60 فولت، وانا عاوز منك قراءة الفولتمتر. هتعمل ايه؟ اول حاجة هتيجي تقول هجيب ار توتال الاتنين توالي. تمام يا شباب. طيب في ناس شغالة احسن من كده، تقول لي يا استاذ مش دول متوصلين توالي فالتيار ثابت، فنقدر اقول في يتناسب مع ار وفرق الجهد يتجزأ بنفس نسب المقاومة؟ والله ار و2 ار نسبة 1:2، يبقى الجهد بتاع الجزء الصغير هيساوي الجهد الكلي اللي هو كام؟ 60 على مجموع نسب المقاومة 1 و2 ب3 يبقى 20. ده الجزء الصغير بتاع المقاومة ار هنا 20، ده قده مرتين يبقى هنا كام؟ 40. وحليت المسألة من غير القوانين. تمام؟ تمام. هنحل مسائل كتير لسه، بس هنحل بعض المسائل المهمة من الاسترشاد وكده. هينزل لك دلوقتي بس اختصارا لوقت الفيديو. طيب في حالة توزيع التيار، في ناس حافظة القانون، تيار الفرع يساوي التيار الكلي في المقاومة الكلية على مقاومة الفرع. مش عايزك تحفظه كده، عايزك تقول التيار اللي يتم تجزئته في المقاومة المكافئة اللي هيتجزأ عليها، لأن أنا ممكن أوزع التيار مرتين في نفس المسألة. بمعنى هنا التيار ب12
هات قراءة الأميتر ثم قراءة الفولتمتر. تمام؟ طب يلا بص يا سيدي، عشان توزع التيار الكلي، فالتيار الكلي داخل المسألة الكلية كلها. هتجيب المقاومة المكافئة 3 و6 توازي ب 2 ار 2 و1 3، تنزل تحت 6 و6 توازي قيمتهم المكافئة 3 ار 3 و1 4، وهنا التيار كله بكام؟ خلى 14. عايز اوزع التيار فوق وتحت وعايز اطبق القانون، فانا هطبق القانون بتاع تيار الفرع، وليكن الفرع اللي فوق التيار الكلي ب 12 في المقاومة المكافئة 3 في 4 على 3 زائد 4 على تيار الفرع اللي انا رايحه اللي هو كام مثلا؟ اللي هو 3. هنا 14 وهنا 7، فالاتنين في 4 يديني كام؟ 8 امبير. يطلع فوق هنا اهو 8 امبير، ينزل تحت البي اللي هو كام تقريبا؟ 6 امبير. بعد كده ال 8 امبير هيتوزعوا على 3 و6، فانا لما اجي اجيب الاميتر ده تيار فرع، التيار الكلي هل هو 14 ولا التمانية؟ التمانية، عشان احنا قلنا التيار اللي هيتجزأ في المقاومة المكافئة الكلية ولا اللي هيتجزأ عليها بس؟ اللي هيتجزأ عليها اللي هي كام؟ الاتنين، المكافئة ل3 وكام؟ و6 على مكافأة الفرع كام؟ 3، 16 على 3. عايز الفي قراءة الفولتميتر، والله التيار 3 أو التيار 6، الفولتميتر متوصل على 6 و6، فهم متوصلين توازي، ففرق الجهد عليهم ثابت، فأنا أقدر أقول في يساوي التيار في المقاومة المكافئة بتاعته يبقى 6 في 3 ار، مفيش مشكلة. واحد يقول طب ما أوزع على المقاومتين يطلع فوق 3 وينزل تحت 3، 3 في 6 برضه بكام؟ برضه ب 18. تمام؟ طيب هنروح نحل بعض الأمثلة المهمة اللي وارد إن شاء الله يجي زيها في الامتحان. تعالى بس كده سريع ونرجع لها تاني. تمام يا شباب، هنحل مع بعض الأمثلة إن شاء الله. وخلي بالك أنا جايب معاك السؤال 4 ضمن الأسئلة الطويلة، وللأسف هو عملها في الكيمياء، فوارد يعملها معانا برضه في الفيزياء. أسئلة طويلة، يعني أنت مثلا هو السؤال باين من شكله إن أنت مضطر تحل الأربعة. السؤال بيقول لديك 4 دوائر كهربية مغلقة، أي الدوائر تكون قراءة الأميتر أقل ما يمكن، علما بأن البطاريات والأميترات المستخدمة بالدوائر متماثلة. تمام. بص اهو، صلي بينا على النبي. أول حاجة أنا هجيب قراءة الأميتر هنا، فده بيقرأ التيار الكلي. طب التيار الكلي هيساوي في باتري على ار توتال، ار توتال بكام؟ ار توتال بار، لأن ده سلك عديم المقاومة بيهمل المقاومات. أصبح عندك هنا إن أي واحد هيساوي في بي على ار بواحد يعني. طيب هنا اي 2 برضه بيقرأ التيار الكلي. طب التيار الكلي محتاج اجيب المقاومة المكافئة 4 ار و4 ار توازي مكافئتهم ب2، 2 و1 يبقوا 3، فاي 2 بيساوي في بي على 3 ار اللي هي تلت. اي 3 برضه بيقرأ التيار الكلي. طب انت عندك هنا دلوقتي اتجزأت على مقاومتين، هنا الموضع A المقاومات متساوية، فهنا الموضع B. هنا النقطة وهنا النقطة B وهنا النقطة C. بمجرد النظر كده فالاتنين تم ايه؟ تم اهمالها، فانت معاك R و R توازي ادا نص، ومعاك 4 و4 توازي ب2، من A ل B ومن B ل C برضو كام؟ يبقى انت عندك دلوقتي هنا دول، يبقى انت عندك الاي 3 في بي
على 2.5. يبقى 2 على 5 اللي هي 4 ايه؟ 4/10. طيب هنا R بيتم إهمالها عشان في سلك عديم المقاومة. 6 و6 توازي قيمتهم 3. 3 و1 جنب بعض ب4. 4 ونفس البداية ونفس النهاية معاك 12. ضربهم على جمعهم يديك 3. 3 و1 كام؟ 4. يبقى التيار هنا في بي على 4 ار اللي هي ربع اللي هي 25%. يبقى ده أصغر واحد. هل وارد يجي في الامتحان؟ والله بعد اللي شفناه في الكيمياء وارد. وارد يجي لك سؤال كبير شويه في الامتحان. طيب السؤال اللي بعده، السؤال 5 ده برضه بيعتمد على قراءة الأجهزة وتوزيع التيار وحساب قيمة فرق الجهد. هنا بيقول لي قراءة الفولتمترات وبيقارن من الكبير ومن الصغير. هنقول له يا عم يلا صلي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة التيار طلع من هنا أي مشى في المقاومة الكلية. ففي واحد بيساوي أي في من أي فار. طب التيار هيجي هنا ويتوزع على كام فرع؟ على فرعين، الفرع اللي فوق ب1 والفرع اللي تحت بكام؟ ب2. يبقى أنت هتوزع على R و2R. هنا التيار باي هيتوزع بعكس النسب، نسبة 1:2. يبقى أنا لما أجي أوزع التيار وأحسب تيار الفرع ممكن أطبق القانون وممكن أقول له خلي بالك إن تيار أصغر جزء بتاع المقاومة الكبيرة يساوي التيار الكلي على مجموع النسب. التيار الكلي ب1، مجموع النسب كام؟ 3، ينزل تحت تلت يطلع فوق 2 على 3. واحد يقول لي يا عم طب من الأول خالص أنا كنت عملت إيه بقى؟ عملت هنا أي، هنا 2 أي، يبقى التيار كله 3 إيه؟ 3 أي. ما هي نسبة وتناسب، ده صح وده صح. يا عم ماشي برضو يلا. يبقى طلع لي فوق 2 على كام؟ 2 على 3. في 2 على 3 اللي هي 6/10. ستات كتير كده. 5 R. طب في 3 بتقرأ المقاومة R طيرها تلت، يبقى تلت 5 R اللي هي 3 ايه؟ 3/10. يبقى انت عندك في 1 ب1 يبقى ده الكبير. في 2 ب6/10 وفي 3 ب3/10 يبقى في 2 أكبر من في من في 3. ده برضو جزء على توزيع من التيار ومسألة مرشحة كفكرة مرشحة بقوة في الامتحان إن شاء الله. السؤال 14 برضو من الأسئلة الكويسة. خلي بالك هي المذكرة إن شاء الله بإذن الله هتتحل في السنتر كاملة مكملة، بس أنا بجيب الأمثلة المهمة بس عشان وقت التصوير وقت الفيديو، بجيب لك الحاجات المهمة والأفكار اللي اتشرحت. السؤال 14 يوضح الشكل جزء من دائرة كهربية مغلقة تحتوي على موصلين إكس ومن وواي من نفس المادة. يبقى المقاومة النوعية ثابتة. مساحة مقطعيهما A وتلت على الترتيب وأطولهم L و3. اللي عايز أي واحد ومين؟ واي 2. لو جيت تبص هتلاقي السلكين متوصلين توازي ففرق الجهد مقدار ثابت، يبقى الأي يتناسب عكسيا مع المقاومة. يبقى لما أجي أقول له خلي بالك بقى أي 1 على أي 2 تساوي R2 على R1. طب R2 تساوي ايه بقى؟ رو 2 في L2 على E2. R1 رو 1 في L1 على E1. ويلا نوزع. 1 ده اللي هو X و2 اللي هو مين؟ Y. Ly بكم؟ ب3. مساحة 1 اللي هو مساحة X ب1. L1 بتاع X بL على مساحة X تلت. مقام المقام بسط يبقى 3 في 3 9 على 1. يبقى إجابتك إيه؟ إجابتك ب. السؤال 20 برضو من الأسئلة الكويسة. تحتوي الدائرة الكهربية بالشكل على عدة مقاومات وبطارية مقدارها 9 فولت. أي العبارات الآتية صحيحة؟ وعايز التيار المر في بعض المقاومات 3 و4. يعني هتجيب التيار وتوزعه. علشان أجيب التيار فأنا هجيب التيار الكلي. فأنت عندك 2 و4 و2 دول هيتشالوا ويتكتب واحدة بس ب8.
8 و8 توازي هيتشالوا ويتكتب واحدة بس بكام؟ ب4. 4 و2 و2 ب8. 8 و8 توازي هتبقى بكام؟ ب4. 4 و3 و2 بقوا 9. يبقى انت جبت ار توتال ب9 اوم. فلما اجي اجيب التيار في بي على ار توتال 9 على 9 يديلك واحد ايه؟ 1 امبير. طب يلا نوزع. عايز تيار المقاومة 3. تيار المقاومة 3 ده التيار الكل بتاع البطارية، نص ما ينفعش وواحد وربع ما ينفعش. شد التيار المقاومة 4. المقاومة 4 اللي هي هنا. هنقول له يلا. الواحد امبير هيتوزع هنا على فرعين، الفرع الاول ب8 والفرع التاني كله كنا حاسبينه على بعضه ب8. هينزل هنا نص ويجي هنا كام؟ نص. فطبعا دي كمان مستبعدة. طب النص هيجي هنا هيتوزع على فرعين 8 والفرع ده برضه ب8. يبقى هنا ربع وهنا ربع والمسألة بتتحل بالنظر. السؤال كويس ما فيهوش حاجة. كده احنا خدنا فكرة وحلينا عليها بعض الأسئلة المهمة. ممكن كأفكار عشان محدش يقول المسألة ما جاتش بأرقامها والكلام ده كله. فبإذن الله احنا بنعمل اللي علينا وبنجتهد وبنذاكر وبنطلع المحصلة اللي عملناها طول السنة وبنحاول نبسط الأمور للناس اللي كانت مقصرة شوية، وربنا يكرم إن شاء الله وربنا يعينكم. في فكرة مهمة جدا طبعا ده شيء أساسي في الامتحان، ألا وهي قراءة الأجهزة أو سؤال ماذا يحدث لشدة الإضاءة لقراءة الجهاز أيا كان. هي نفس الفكرة بنفس الإجابة إن شاء الله. بص يا سيدي، قراءة الأجهزة يا إما يسألك عن التيار كأميتر أو الفولتميتر، والفولتميتر يعتبر 99% من الحل بيعتمد عليه. وعشان بس تبقى الأمور واضحة لازم تبقى عارف إن الفولتميتر في العموم ليه معادلتين. خليها مقاومة عادية. يعني مثلا V1 أنا عاوز أحسب قيمة V1 ممكن أجيبها من اتجاهين زي ما أنا متعود. هو قايل له V1 بيساوي I في R. طب فرضا بقى أنا ما اديتلكش قيمة الآر، هتقول لي مش عارف أحل. بص بقى الناحية التانية، خلي بالك كده الفولتميتر بيقرأ النقطتين دول X ومن X و Y. طب أنا لو خدت الفولتميتر من بره بنفس النقطتين X و Y برضه، ده سلك عديم المقاومة أهو، فهنا X، ورحت معدل شكل المسألة. معايا بطارية ومقاومة داخلية وهنا النقطة من هنا النقطة X. علشان أوصل لواي عديت على مقاومة كمان اسمها S. طب ما هو الفولتميتر هنا بيقرأ من اكس لواي وهنا بيقرأ برضه ما بين اكس وما بين نفس الواي. فاحنا بنسهل على نفسنا وعليكم بنقول الفولتميتر بيقرأ ما بين فرعيه وما خارجهما. ما بينهما اي في ار، ما خارجهما. بص بقى على ايه؟ على اللي عندك. معاك بطارية، معاك مقاومات، يساوي في باتري ناقص اي في مجموع المقاومات تحت الفولتميتر. خلي بالك عشان انت هتمشي بالمبدأ ده في العموم. بص يا سيدي،
بص يا عم يلا، دي سريع سريع كده برضه بعض الامثله المهمه، ونحل بعض الاسئله برضه من الامتحان ان شاء الله. بص يا عم، هنا المقاومه، ماذا يحدث لقراءه الفولتميتر عند زياده المقاومه اس؟ تلقائي هترد عليه المقاومه زادت فالتيار الكلي يبدا يقل. الفولتميتر موضوعها ايه؟ قال الفولتميتر موجود على البطاريه ومعاه مقاومه، يعني الفي تساوي في باتري ناقص اي في مين ار. التيار بيقل يبقى فرق الجهد بيزيد، سهل. طب صلى على النبي، نفس المسألة بس هنخلي الفولتميتر تحت. هتقول لي المقاومة زادت فالتيار الكلي بدأ يقل، لما اجي اشتغل على في هيساوي اي في مقاومته، ده بيقل ده بيزيد. واحد يشغل دماغه ويقول له خلاص ده يفضل ايه؟ ثابت. نقول له لا، لأن العلاقة بينهم مش عكسية، لأن أنت عندك في مقاومة خارجية لسه. هل تعرف مقدار الزيادة ومقدار النقص؟ قال لي لا. طب تعرف نسبتهم؟ قال لي لا. يبقى أنا عندي هنا كم مجهول؟ قال لي مجهولين متغيرين، أبدأ أبص من بره. يبقى في بي ناقص أي في مين؟ تيار بيقل، يبقى فرق الجهد ماله؟ فرق الجهد بيزيد. طيب المسألة اللي بعدها، الشكل المقابل عند زيادة قيمة المقاومة المتغيرة اس، هتقول له التيار ماله؟ التيار هيقل. طب وبعدين الفي محطوط على البطارية، ار سمول بكام؟ بصفر، يبقى الفي بتساوي الفي باتري، إذا القراءة مالها؟ لا تتغير. طيب السؤالين دول صل بنا على النبي، عند زيادة المقاومة اس التيار الكلي يبدأ يقل. طيب ايه واحد وايه اتنين هيحصل لهم ايه؟ علشان تعرف تحل السؤال لازم تجيب فرق الجهد عليهم، لان الاي يساوي في على ار. فرق الجهد على الفرعين دول لو خدناها من فوق هيساوي في بي ناقص اي اس، معايا متغيرين ما ينفعوش. لو خدناها من تحت هيساوي التيار الكلي في المقاومة المكافئة لار واحد وار اتنين، وكده كده هما مقادير ثابتة فمقدارهم ثابت. طب لما التيار هيقل فرق الجهد كمان يقل. طب تيار الفرع بيساوي في على ار الفرع، ار الفرع ثابت يبقى اي وفي علاقة طردية، يبقى ده يقل وده كمان ماله؟ هيقل. السؤال اللي بعده بدلنا بقى، برضو عايز اي واحد واي اتنين عند زيادة المقاومة المتغيرة اس تزيد فالتيار الكلي ماله؟ التيار الكلي يقل. طب لما التيار الكلي يقل تعال نجيب فرق الجهد يلا. لو اشتغلت على فرق الجهد فالفي هتساوي من بره في بي ناقص اي في مين؟ اي في ار. التيار لما يقل اذا فرق الجهد زاد. طب لما اجي هنا تيار الفرع، جهد الفرع على مقاومة الفرع، مقاومة الفرع مقدار ثابت، الجهد بيزيد يبقى التيار كمان ماله؟ بيزيد. المقاومة زادت فتيارها كده كده بدون يعني تفاصيل أو بدون نقاش التيار ماله؟ التيار هيقل. عايز تحلها بالأرقام افترض أرقام واشتغل المسألة عادي جدا برضه هتطلع معاك. طيب هنا بقى بيقول عند احتراق المصباح A فإن قراءة الفولتميتر تزيد ولا تقل؟ ولا تنعدم؟ ولا لا تتغير؟ صلى على النبي.
في هنا مقاومة موجودة أو مش موجودة بقى مش هتفرق معاك في حاجة. الفي كانت اي فار المصباح، في نفس الوقت كانت بتساوي في بي ناقص اي في جميع المقاومات بقى، المقاومة الخارجية، مقاومة المصباح ب، والمقاومة الداخلية. طب عند احتراق المصباح التيار بقى صفر، يبقى الفولتمتر كان اي ار، يبقى صفر في اي حاجة بكام؟ بصفر. غلط. ليه؟ لان انا لو عملت اعادة الرسمة تاني، ركز كده، لو انا رسمت المسألة تاني بعد احتراق المصباح، هفترضه ما عادش موجود، معايا البطارية، معايا المقاومة، اتحرق ما عادش موجود، ومعايا المصباح، الفولتمتر اهو متوصل توالي، متوصل توالي يعني بيمنع مرور تيار يبقى الفي هنا يساوي في بي ناقص اي في مجموع المقاومات اللي لسه ب، اي بكام؟ اي بصفر، يبقى المقدار ده كله كام؟ بصفر، يعني الفي هتساوي مين؟ الفي بي، والفي بالقيمة العظمى، معنى كده ان هو ماله؟ هيزيد. طب نفس السؤال بس المرة دي هنحرق مين بقى؟ ماذا يحدث؟ نفس السؤال ده لقراءة الفولتميتر عند احتراق بي. يلا نرسم. دي البطارية، هنا المقاومة ار، هنا المصباح، وهنا سلك ايه؟ مش سلك بقى، مفتاح مفتوح، ده الفولتميتر اهو. هو الفولتميتر بيقرأ فرق الجهد بين كام نقطة؟ بين نقطتين. طيب هنا التيار بصفر، ففرق الجهد على المصباح برضه صفر، يعني يعامل معاملة السلك عديم المقاومة. طيب بطريقة تانية، الفولتميتر جزء منه وصل للبطارية والجزء التاني ما وصلش للبطارية، فهنا الفي ما يقدرش يجيب قيمة الفي بي، الفي هنا ما وصلش للنقطة التانية، فالفي هنا قرأ بكام؟ قرأ كام؟ قرأ صفر. تاني كده بسرعة، قلنا لو المفتاح تحت الفولتميتر فالفي بتساوي مين؟ الفي بي. لو المفتاح بعيد عن الفولتميتر خارج حدوده يقرأ كام؟ يقرأ صفر. طيب بص معايا كده، في الشكل المقابل عند زيادة قيمة الريوستات ماذا يحدث لقراءة الأجهزة الثلاثة؟ تعال نشوف يلا. أول حاجة التيار الكلي يبدأ إيه؟ يبدأ يقل. معايا بطاريتين متوصلين توصيل أمامي يعني عكس التيار. طيب يبقى فيهم واحدة شحن والتانية إيه؟ والتانية تفريغ. مين شحن ومين تفريغ؟ التيار ماشي كده جاي كده، طالع من موجب البطارية في بي 2 يبقى البطارية في حالة تفريغ، داخل لموجب البطارية 1 يبقى البطارية في حالة إيه؟ شحن. طيب صلوا بينا على النبي. في 3 ده سهل، اي في مين؟ اي في ار، التيار بيقل يبقى في 3 كمان ماله؟ هيقل.
طب لما اروح لفي واحد، بطارية في حالة شحن هتساوي في بي ناقص ولا زائد؟ شاطر. زائد. اي في مين؟ اي في ار. التيار بيقل، العلاقة تزايدية يعني زي بعض، يبقى في واحد كمان برضه ماله بيقل. طب في 2 بطارية في حالة تفريغ، في بي 2 ناقص اي ار، بس ارها بكام؟ ارها بصفر. يعني في 2 تساوي في بي 2، يعني مش هتزيد، ده هتفضل ايه؟ ثابتة ولا تتغير. طيب هنحل مع بعض كم مثال برضه. بسم الله. يوضح الشكل دائرة مغلقة تحتوي على عدة مقاومات وبطارية مهملة المقاومة ومفتاح مفتوح. ماذا يحدث لقراءة الأجهزة عند الغلق؟ تعال نشوف. مرة قبل ومرة إيه؟ بعد، لأن أنا عندي هنا التيار هيتغير نتيجة تغير قيم المقاومة. يا عم ماشي. والله قبل الغلق ده مش معايا، فالتيار مشي كده. حلو. طيب معانا طريقتين لحل المسألة، ركز. فأنا قوم قايل له التيار قبل كان بيساوي في بي على مجموع المقاومات، أدا 2 و2 يبقى 4. في واحد بتساوي في بي ناقص اي فار، يعني في بي. المسألة طويلة، هتبقى طويلة، لا أنا هفقد الشغف وأنا بحلها. بص، هتكمل عادة يا شباب، والله ما فيها مشكلة، بس أنت هتحل دلوقتي 6 حاجات، هتحلها 6 حاجات لأن أنت عندك 3 قبل و3 بعد. بص يا عم مرة واحدة عشان نخلص هنا. بص كده، هطبق المبدأ اللي احنا ماشيين بيه. أنا دلوقتي قفلت المفتاح، زودت مقاومة على التوازي، فالمقاومة على التوازي معناها إن ار توتال بدأت تقل. في المقابل التيار الكلي هيزيد. طب الفي بي بتساوي في بي ناقص اي ار، التيار بيزيد يبقى في واحد بتقل. في 2 بتساوي اي في ار، التيار بيزيد يبقى هي كمان بتزيد. في 3 لو انت هتحسبها اي في ار فانت المفروض تحسب التيار قبل وترجع تحسب التيار بعد، والمقاومة قبل والمقاومة بعد. عم راح دماغك، هاتها من بره. يبقى في بي ناقص اي ار، وار بكم؟ كده كده ثابته. والتيار ماله بيزيد، يبقى في 3 مالها بتقل، وتريح دماغك يبقى في 1 بتقل وفي 2 بتزيد، يبقى اجابتك ايه؟ اجابتك ده. تمام. احنا بنحل بعض المسائل فقط اللي بتخدم الافكار اللي احنا شرحناها. تمام. بقية الحل بإذن الله بإذن الله، اللي محتاج حاجة هيبعت لي، واحنا كده كده بإذن الله هنحلها وهنسجلها محلولة بس في ليالي المراجعة إن شاء الله. سؤال 18. الدائرة الكهربية الموضحة تحتوي على عدة مقاومات وأميتر ومفتاحين، فكانت قراءة الأميتر أي، وعند غلق المفتاح اس 1 وفتح اس 2 عايز قراءة الفولتمتر. يا عم يلا. اس 2 ده مقفول، فالمقاومة ار مهملة. طيب قراءة الأميتر اي، طب انا عندي هنا الاي وعند المقاومات ممكن اجيب قيمه الفي بي، لان الفي بي اصلا قيمتها ثابته ما بتتغيرش. ماشي. هتساوي كام الفي بي؟ اي في ار توتال. ادي اي ار توتال 3 و1 كام؟ 4. 4 اي في ار. طيب تعال نشوف بقى هو عمل ايه. عند غلق اس 1 هنقفل اس 1، بقى معايا ادي الاميتر مقاومته 3، هنا المقاومة 6 وفتح اس 2، يبقى انا هرجع المقاومة من ار ومعايا البطارية ومعايا المقاومة ار، والفي بي ب4 اي في من اي ب4. طيب هو عايز قراءة الاميتر، قراءة الاميتر يبقى انا هجيب التيار الكلي واوزعه. يلا نجيب التيار. اي تساوي في باتر على ار توتال.
ار توتال 3 و6 توازي ضربهم على جمعهم باتنين، 2 و2 4. فانا عشان اجيب التيار في الحالة الجديدة هقول له التيار الكلي في باتري على 4 ار. طب الفي باتري بتساوي ايه اصلا؟ 4 اي في ار على 4 ار. فالتيار الكلي هيبقى بكام؟ باي، هيتوزع على 3 و6 بعكس النسب. 3 على 3 فيها الواحد، 6 على 3 فيها الاتنين. نوزع بعكس النسب، يبقى هنا نسبة 1 هنا نسبة 2. فأنا أقسم التيار على 3 يجي هنا تلت ويجي هنا 2 على 3. يبقى إجابتك باء. السؤال 24 بيقول الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية تحتوي على بطارية وعدة مقاومات متصلة معا ومفتاح ك. عند غلق المفتاح فإن قراءة الأميتر يحصل له إيه؟ والنسبة بين قراءة الفولتمتر قبل وبعد. طيب هشتغل قبل وبعد. انت عندك الفولتمتر لما اقفل المفتاح كده كده الاميتر بيقل. الاميتر ماله؟ هيقل. طب عايز النسبة، عشان اجيب النسبة فانا هجيب التيار قبل واجيب التيار بعد. التيار قبل في باتري على ار توتال 3 وواحد ونص وواحد ونص، يبقى 3 و3 6. فالفي كانت بتساوي في بي على 6 ار في واحد ونص ار. واحد ونص على 6 تقريبا ربع. طب بعد الغلق قفلنا بقت 3 و6 كام؟ 2 و3 5. فالله هيساوي في بي على 5 ار. فالفي هتساوي في بي على 5 ار في واحد ونص ار، هتبقى 3 على 10. فلما اجي اقسم قبل اللي هو ربع على 3 على 10 مقام المقام بسط، لو قسمنا على الاتنين فالخمسة ب5 على 6. يبقى اجابتك ايه؟ باء. نرجع للمسائل النظري بتاعتنا. السؤال 21 تحتوي الدائرة الموضحة بالشكل على بطارية قوتها الدفع الكهربية في بي مقاومتها الداخلية وكان في فرق الجهد بين طرفي البطارية. في ايه فرق الجهد للمقاومة ايه، وفي سي فرق الجهد للمقاومة سي، وهي ده التيار نو الكلي. عايز الفي يا عم، يلا صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الفي باتري بتساوي اي في ار توتال. ار توتال بقى اللي هي 2 و3 اللي هي المفروض ار ايه زائد ار سي زائد ار سمول اللي هي اي في 5 ار زائد ار. هي نفسها في ايه زائد في سي زائد الجزء المستهلك في المقاومة الداخلية اللي هي اي في مين؟ اي في ار. ده الكلام ده اللي هو مين بقى؟ اللي هو الفي باتري. طب انت عندك الفي تساوي في بي ناقص اي في مين؟ اي في ار. يبقى الف ما تنفعش والف وباء زي بعض. طيب لما اجي ابص على في لو خدناها من بره هتساوي جهد ايه زائد جهد مين؟ سي. يبقى انت اجابتك ايه؟ اجابتك جيم. السؤال 27 وتاني برضو عشان الناس اللي شايفه تتكون الدائرة المقابلة بالشكل من بطارية ومقاومة داخلية ومقاومة ثابتة ار وفولتميتر ومفتاحين عند غلق اس 1 واس 2 فإن قراءة الفولتميتر. الفولتميتر بيقرأ من جهد المقاومة، فأنت عندك الفي يساوي اي في مين؟ اي في ار. لو خدناه الفولتميتر من بره هيقرأ في باتري ناقص اي في مين؟ اي في ار. يبقى انت اجابتك د. السؤال 32 الشكل المقابل عند غلق كي
لا تتغير قراءة الفولتمتر. طب صلي بنا على النبي. والمفتاح مفتوح كان التيار بصفر، فكانت الفي بتساوي في بي واحد. طب بعد ما اقفل المفتاح قال لي لا تتغير، يعني الفي هي المفروض تبقى في بي ناقص اي في ار واحد. قال لي لا تتغير يعني هتفضل زي ما هي في بي، معنى كده ان المقدار ده اهو بصفر. المقدار بصفر، طب انا بضربهم في بعض، يبقى انت عندك المفروض يا اما اي هو اللي بصفر، يا اما ار اسمه هي اللي بصفر، واي لا يساوي الصفر، لان انا عندي دايره مقفوله، ففي هنا يمشي ايه؟ يمشي تيار. يبقى انت عندك البطاريه مهمله المقاومه الداخليه. السؤال 50 تمثل الدائره مصابيح متماثله ار عند تلف المصباحين A و C. تلفهم يعني هتبقى مفاتيح مفتوحة لا تسمح بمرور التيار، فالتيار يبقى صفر. لو جيت ارسم المسألة تاني هتاخد الشكل ده. ده خلاص ما عادش موجود، ده ما عادش موجود، فانت هتلاقي ان الفولتمتر بتاعك متوصل كده. طيب الفولتمتر مثالي يعني مقاومته كبيرة جدا، طبعا ما فيش الرقم ده بس هي كبيرة جدا لا تسمح بمرور التيار، لان احنا خدنا الاجهزه بس هنا قال لك مثالي يعني مقاومته ايه؟ بما لا نهايه. اصبحت المقاومه ديت لا تذكر، مفيش فيها تيار، ما فيهاش تيار فجهدها صفر. حلو تمام. يبقى انا الشكل معاك كده. هنا الفي بي ليها كام؟ 30، فانت عندك ال 30 هتساوي في زائد في اللي هي 2 في، يبقى كل في خد كام؟ خد 15. السؤال 56 سؤال قوي جدا، بيقول لي في الشكل المقابل إذا كان في بي وفي كيو هما جهد النقطتين بي وكيو فإن الاختيار الذي يعبر عنهما. تعال نشوف هنا. عايز جهد بي وجهد كيو من الكبير وفرق الجهد بينهم كام؟ 5 و10 15، 10 و5 15 ماشي. مكافئتهم كام؟ 7.5. هنروح نجيب التيار الكلي. في باتري ب 18 على 7.5 زائد 1.5 يديني كام؟ 2 امبير. يجي هنا 1 امبير، يجي هنا كام برضه؟ 1 امبير زيه. طيب جهد النقطة بي هيبقى كام؟ صلى على النبي. والله الجهد ده متصل بموجب البطارية هيبقى 18 ايه؟ فولت. طب فرق الجهد هنا كام؟ 5، يبقى جهد بي كام؟ 13. طيب نفس النقطة هنا 18، الجهد هنا 10، الجهد هنا 10 يبقى انا 18 خسران 10 يبقى هنا كام؟ هنا 8 وهنا 13. فانت عندك جهد بي اكبر من جهد مين؟ اكبر من جهد كيو. جهد بي اكبر من جهد مين؟ كيو. بي اكبر من كيو. تمام. عايز فرق الجهد بينهم، يلا طرحهم من بعض. 13 ناقص 8 كام؟ 5. يبقى اجابتك ايه؟ اجابتك الف.